أبو مبارك مساك الله بالخير. يا مرحبا أبو سعد ابن الشقح، حياك يا أبو مبارك. الله يجزيك. أنت الله. قبل تقول شاعر، بالنسبة لي أنا وياك يعني أعتبر شهادتي فيك مجروحة. ما يحتاج إن في علاقة مباشرة، وأعرف المواد اللي يجيبها أبو مبارك كلها مواد جميلة، يبيض وجهك، ومن خيرة الشعراء بغير قصور بالموجودين واللي يشاهدون خلف الشاشة. الله يبيض وجهك، شهادة إعلامي كبير وشاعر يستاهل والله. هذه شهادة ما أخذها بدوني، ما مني أنا ما يحتاج أبو سلطان. وفي البداية نرحب. ودنا نعرف يعني وجهة نظر أبو مبارك عن وضع الساحة الحالي. هل أنت راضي عنه أو ما تقدم الساحة الشعبية، أو حصل يعني إن الشعر مو في عصره الماضي يعني حصل عليه في بعض الضغوطات الشعر؟ أبشر. في البداية نرحب فيكم. الله يسلمك. لو ترفع الصوت بس شوي. في البداية نرحب فيكم في محافظة رماح. مرحبا. الله يعز رماح وأهلها من خلال برنامجكم في قناة رواسي. نرحب أبو سلطان الإعلامي، الله يحفظك ويسلمك، مهلي الظفيري. نرحب بالزميل والإعلامي عادل العجل. الله يحييكم كلكم. حيا وتبقى. ساعة مباركة اللي شرفتوا محلاتنا. أنت ما الشرف. الله يسلمك. وهذا واجب علينا أنه نزور محافظة رماح وأن نلتقي بهالوجيه من طيبكم. حتى أبو زايد عادل العجل أيضا شاطرني في هذا الرأي وأكد أن لازم نزور. هو ما يحتاج شخصية محبوبة، شخص مقدر، ولكم جماهيركم ما يحتاج. احنا كلنا جماهير لكم. الله يحفظك. من ناحية سؤالك، الشعر حصل الآن يعني في خلال 10 سنوات الحقبة الماضية هذه حصل خدمة ما بعد حصلها يعني في مسيرته. خدمة من ناحية خدمة الإعلام، كثرة الإعلام. لكن ربما أنه يمكن الزود أثر، صحيح أثر، لأنه بدأ الغث والسمين، يعني بدأ فتح مجال يعني أكثر. تحس أن كثرة الشعراء أو ما يعني، وهذا هو المحور. هو هذا اللي أنا أقول أن الفتح الإعلام هو خدم الشعر يعني. لكن كثرة الشعراء أثروا على الشعر. أي ليش كثروا الشعراء؟ لأن الإعلام أصبح على مصراعيه، يعني أكثر من قناة، أكثر من وسيلة. يعني أصبح الآن الشاعر يطلع بأي سهولة، أي سهولة يطلع. لكن قبل يمكن ما يطلع، ما تعطى الفرصة إلا الندرة. عشان كذا الشعر كان متحافظ على قليل يعني. على قلته وقلة الشعراء يطلع على الأفضل، لكن لا تزال الساحة بخير، يعني فيها شعراء أعلام لا يزالوا بخير. لكن الطموحات يعني أنا أعرف أنك ممكن أنك جاوبت إجابة دبلوماسية يعني فيها تعويذة، لكن أنا في وجهة نظري أن الشاعر مريض. ما مات لكن مريض. لا هو ما بعد وصل لدرجة المرض إن شاء الله، لكن إن شاء الله الساحة بخير، إن شاء الله الساحة بخير. والسبب يا أبو المادة، السبب المجاملات وغياب النقد عن الساحة. هذا هو سبب طال عمرك الضعف الشعر والتجري على هوية الشعر. لأن اليوم حتى أي شخص يعني يحمل هوية الشعر وهو ما يحمل مقومات الشعر. احنا نلاحظ أنه يحمل اسم شاعر لكن ما يحمل مقومات الشعر، وهذا تعتبر من غياب النقد عن الساحة. قبل طال عمرك الواحد حتى لو أنه يرى نفسه شاعر يستحي أنه يقدم مادة قدام الجمهور، خاف ينقدون عليه في بيت، أو خاف ينقدون عليه في شطر، أو خاف ينقدون عليه في وزن أو كذا. لكن ليش أبو سلطان ما يكون السبب هو المتلقي؟ يمكن السبب نفسه هو المتلقي، هو اللي المتلقي طال عمرك ما يفرض إرادته على الشاعر أنه يقول يطلع. لا، تشجيع اللي ما يرى، مثل ما وصفته الآن أنت تقول. التشجيع طال عمرك يكون المفروض أن أي نصوص تكون عليها رقابة فأي وسيلة إعلامية، وأنا نذكرها قبل ولا زالت عندنا في القنوات الرسمية بأي دولة خليجية أو أي دولة ثانية. أي طال عمرك وسيلة إعلامية حكومية تكون توضع عليها رقابة أي نصوص. بس كانت مؤسسات ذيك. حنا بعد ما انفصلت
الوسائل الإعلامية الحكومية عن جدك التجارية التجارية، ازداد الكير وازداد الشعر، وملت الناس من الشعر، وملت من الناس من شيء اسمه شعر. يعني ليش؟ لأنه قامت تقدم المواد هذه يعني بعضها يعني ما يصلح انه او ما يجاز النصوص. انت يا ابو سلطان تقول لي اني دبلوماسي، انت برضه دبلوماسي. لا انا والله اقول صريح، انا والله قلت اجابه صريحه. اي انت تقول انت تبحث عن التجاريه، يعني انت يعني مضمون سؤالك ان الان الشعر صار ضحيه والهدف الماده وكثره المجاملات وعدم النقد. اي نعم. لان اذا نقد اصبحت يا نقد الشاعر طلع شاعر صح والله ما يتقدم. خسرت القناة. القناة مو هدفها انها تخسر شاعر، هدفها انها ما تخسر مادة. على كل حال ابو